حطوني خلف الكواليس. شو كنت أشتغل خلف الكواليس؟ أجهز الطلاب للفقرات. كتير في أشياء بحياتنا منسويها ومحدش بيقدرها، لا حدا بيشكرنا ولا حدا بيقولنا أنت تعبت يخلف عليك، أو حدا بيطبطب علينا بكلمة حلوة. كتير في أعمال بنعملها بكل حب محدش سائل فيها ولا حدا شايفها. في بداية عملي كمعلمة عملت بكل جهد وإخلاص. هذه طبيعة البني آدم، يا بيعمل بجهد وإخلاص يا بكون مش سائل. أنا كنت من الناس اللي بتعمل بجهد وإخلاص، ما كانش حدا شايف أو منتبه على شغلي، بالعكس كنت أتعرض لكتير أمور سيئة في شغلي بتحطني في مواقف مش صح. في يوم من الأيام كان في احتفال آخر السنة والكل له دور ومعلمات بدربوا. كان دوري أنا وين؟ حطوني خلف الكواليس. شو كنت أشتغل خلف الكواليس؟ أجهز الطلاب للفقرات. كل معلمة عندها فقرة بدها تطلع، مين بده يجهز لها ويرتب لها الطلاب؟ أنا. كان عمل مكمل لأعمال الحفلة وما إلوش هالأهمية، لكنه كان متعب وشاق جدا إنك ترتب الطلاب، تتعب عليهم، وطبيعة الطلاب أطفال وحركين كتير. في آخر الفقرات تعبت فجلست، قعدت أتفرج وأتأمل حوالي، أتأمل حالي اللي طول عمري كنت أتمنى أكون شخص متميز أو شخص في مجال عمله ناجح. أطلع على كل المعلمين اللي إلهم دور وإلهم فقرات وبيشتغلوا أمام المسرح وأنا خلف الكواليس. في اللحظة هاي حكيت جملة لحد الآن بتذكرها: روان خليك اشتغلي خلف الكواليس، طالما ربنا شايف عملك رح يجي يوم وتطلعي على المسرح. وضلت هاي الجملة ببالي وما مرقش وقت كتير طويل لحد ما أنا صرت أمام المسرح وفي مقدمة الأشخاص الناجحة في عملها. اخلص عملك وخليك متأكد أن الله مطلع عليك في أي حال كنت، وعارف 100% هل تعمل بإخلاص وبجهد وبنية ولا بتشتغل بس تمشية وقت. خلي نيتك مع الله، صدقك مع الله، طلبك من الله لحاله رح يظهرك. لا تزعل إذا كنت في فترة من الفترات بمكان أنت مش حاسس إنه مكانك، رح يجي يوم وربنا رح يعطيك أجر عملك ورح يعوضك خير. هذا بس اللي آمن فيه وأوقن فيه. خليك مآمن بالآية اللي بتقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أول حدا رح يطلع على عملك الله، وهذا بكفي حتى ربنا يرسل لك كل الظروف اللي تساعدك على إنك تنجح. خليك مآمن وبس.